السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل مشتركي ومتتبعي قناة المستر سفيان. أتمنى دائما 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 وكالعادة وكالمعتاد أن تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. أتمنى أن تدخل عليكم هذه السنة الجديدة، سنة 2021، يعني بالعطاء والخير وبكل ما تتمناه أنفسكم، يعني من ازدهار وإلى الأمام والتقدم إلى الأمام إلى الأمام. فإن شاء الله اليوم كما تعرفون وكما يعرف كل مشاهدي ومتابعي قناة المستر سفيان، أن قناتنا يعني متخصصة في شرح برامج التطبيقات الدردشة المجانية العالمية. وأنا آسف يعني على هذا الغياب الطويل الخارج عن إرادتي، يعني كثرة العمل هي التي يعني تبعدني قليلا عنكم وعن اليوتيوب. وإن شاء الله لما يكون عندي وقت كما سبق وأن قلت لكم في الفيديوهات السابقة، إن شاء الله سأخصص يعني رقم خاص للتواصل معكم، لأن هناك العديد من الأشخاص يريدون أن يتواصلوا معي. والله أقول لهم أنا آسف لأن ضيق الوقت، والله ضيق الوقت، حتى الوقت لم أجده يعني لتسجيل فيديو. فهناك يعني عديد من التطبيقات الدردشة الصوتية والعديد من الشروحات والعديد من الأفكار التي أريد أن أشارك معكم وأعرفكم على العديد من الطرق، يعني ولكن ضيق الوقت هو الذي يقف حاجز بيني وبين تسجيل هذه الفيديوهات. فما علينا إلا الصبر الصبر الصبر. فإن شاء الله يكون هناك يعني فرج قريب إن شاء الله. سوف يعني أتفرغ إلى اليوتيوب وأرجع إلى كالعادة كالقديم، يعني كل يوم أقوم برفع شرح وفيديو جديد على قناة المستر سفيان. فانتظرونا في القريب إن شاء الله، وهناك هناك الجديد إن شاء الله. ستكون هناك شروحات يعني حصرية ولأول مرة لتطبيقات دردشة صوتية على قناة المستر سفيان. فلا يعني تذهبوا بعيدا، فكونوا مترقبين يعني لهذه الفيديوهات إن شاء الله عما قريب. وأنا أعيدكم أن عما قريب ستكون هناك فيديوهات يعني كثيرة وأفكار كثيرة سوف أشاركها معكم. فإن شاء الله اليوم أحببت أن أشارك معكم هذا التطبيق الجميل لأول مرة، سأقوم بتحميله أمامكم، وسوف نتشارك يعني تجربة هذا التطبيق وطريقة التحميل. فإن كنت أول مرة تشاهد أو ترى هذا الفيديو أو أول مرة تنبثق عندك قناة المستر سفيان، فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك، فلأن هذا يشجعنا. فأي يوتيوبر أو أي شخص يقوم بشروحات عبر اليوتيوب، فلما يشاهد بأن فيديوهاته يعني تحصل على نسبة مشاهدة كبيرة، فهو يحفزه لبذل كل مجهوداته كي يعطي كل ما عنده من خبرة ليشاركها معكم. فكي لا أطيل عليكم، لأن خير الكلام ما قل ودل، ندخل مباشرة إلى متجر البلاي ستور، وسوف أقوم بكتابة في محرك بحث بلاي ستور. هنا سأقوم بكتابة هوت، كما تكتب هكذا هوت أو هوت شات فري فويس روم، هكذا. ثم أضغط عن بحث هنا،
فسأقوم بالنزول قليلا للأسفل. كما تشاهدون هذا هو برنامجنا هنا، هوت شات فري فويس شات روم. سأضغط عليه كما تشاهدون، هذه أيقونة البرنامج. هنا بعض الصور للتطبيق أو البرنامج الذي قام بوضعها المطور على متجر بلاي ستور كي يقوم بالتعريف. سأقوم بالخروج، سأنزل إلى معلومات التطبيق أبروبوز دو لابليكاسيون أو معلومات التطبيق. وهنا بعض المعلومات عن التطبيق بالإنجليزية. وهنا كما تشاهد يعني الواتساب الخاص بالإدارة، الإدارة الصينية. وهنا الإيميل الخاص بهم وهذا موقعهم. فما يهمنا هنا هو يعني آخر تحديث هو 30 ديسمبر 2020، وتلشارجمو أو عدد التحميلات أكثر من 1000 تحميل. يعني وأول مرة تم ظهور هذا البرنامج أو رفعه على متجر بلاي ستور هو في 14 ديسمبر 2020. وهنا الشركة أو المطور HST هونغ كونغ، هذه الشركة، اسم الشركة لمن يريد أن يبحث عليها. فنحن سنقوم بتحميل التطبيق وتجربته على المباشر لأول مرة على قناة المستر سفيان هوت شات. سأقوم بتثبيت، أضغط على انستالي أو انستال على حسب لغة هاتفك، ثم أوافق على الشروط وأنتظر حتى يكتمل التحميل. فكما نعرف ويعرف الجميع، التحميل على حسب سرعة الانترنت عندك. انتظر قليلا حتى يكتمل التحميل، لأن التطبيق كما تشاهدون لا يتعدى تقريبا 34 ميجا بايت. هذا هو حجم التطبيق. وبعد اكتمال التحميل سأقوم بفتح البرنامج. فهذه واجهة البرنامج، أول مرة تقوم بفتح البرنامج، يعني خلفية جميلة كما تشاهدون. والبرنامج يعني يتيح لك التسجيل عن طريق حسابك فيسبوك، أو عن طريق رقم الهاتف، أو عن طريق حسابك الجيميل. أنا سأقوم بالتسجيل عن طريق حسابي الفيسبوك. سأقوم بالضغط على كونكتي أو التسجيل عن طريق حساب الفيسبوك. فهنا سوف أوافق أنني أريد أن أقوم بالتسجيل عن طريق حسابي فيسبوك، متابعة باسم حسابي فيسبوك. وأنتظر هنا معالجة بعض المعلومات. فمباشرة أدخل إلى التطبيق. هنا المهام اليومية، سأضغط على تسجيل. سأقوم بالدخول لأول مرة. أنصحك بالدخول على مي أو أنا أو يعني البروفيل الخاص بك لتقوم بالتعديل المعلومات، لأن بمجرد تسجيلك عن طريق فيسبوك فالموقع يعطيك المعلومات الخاصة بحسابك فيسبوك. سأضغط هنا على الصورة أو هنا في الأعلى، وهنا أستطيع أن أغير يعني الاسم، يعني مثلا اليوزر نيم أو اسم سأقوم بحذفه حذفا محترف، وأقوم بكتابة المستر سفيان، أي اسم تريد كتابته. تختار الاسم الذي أو اللقب الذي تحب التسجيل به،
سأكتب أنا مثلا المستر سفيان من هنا، وأضغط على حفظ أو سيف، وأقوم باختيار صورة من ملفات الهاتف. فأنا اخترت أيقونة القناة، أضغط على علامة صح لحفظ الصورة، وأنتظر معالجة الصورة. تم رفع الصورة بنجاح. هنا أختار الجنس، ومثلا أختار الجنس هنا، أو أريده أن يكون يعني سكري مخفي. أضغط على سيف، وهنا يعني تختار تاريخ الميلاد. هنا تختار يعني الدولة، دولتك. فأنا سأختار المغرب، موروكو. هذه المعلومات يعني إذا تريد أن تتركها في الحرية ترجع إليك. سأبحث هل هناك لغة عربية. أضغط على سيتينج، هل التطبيق توجد به اللغة. هنا شونج أو بلوك ليست كلير. فلا أظن أن التطبيق يتوفر الآن على اللغة العربية. ربما هناك في التحديثات القادمة سيتم يعني إضافتها. هنا يعني الاي دي، أو المستوى. هنا يعطيك بعض التعليمات كيف يمكنك أن تقوم برفع الاي دي الخاص بك، يعني التواجد على الروم، إرسال الهدايا، لأن هذه الأمور كلها يعني توجد على جميع التطبيقات. فهذه سياسة جميع التطبيقات، يعني أغلب التطبيقات يعني تعتمد على هذه الفكرة أو هذه الاستراتيجية. هنا المتجر، يعني شراء الإطارات أو شراء أيقونات. هنا عربات الدخول، يعني أي تطبيق تجد فيه نفس الأشياء. يعني هناك منافسة قوية 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 جدا بين هذه الشركات، لأن أصبحت هذه التطبيقات الذات الصوتية كالبطاطا، يعني كثرتها أصبحت هناك منافسة قوية. وهنا بعض الكونتاكت، يعني الاتصال بهم. أترككم كي تقوموا باستكشافها عفوا. فهذا الاي دي الذي قام السيرفر بإعطائه لي أوتوماتيكيا 105-80-3. وهنا الرسائل، وهنا ربما هنا يعني الانطباعات والتعليقات يعني أي شيء تقوم برفعه هنا. وهنا الصفحة الرئيسية. فكما تشاهدون هذه الصفحة الرئيسية، وهنا بعض الغرف. وهنا تريد إنشاء غرفة، قم بالضغط على إنشاء غرفة هنا هكذا. فتم إنشاء الغرفة، يعني بمجرد الضغط تم إنشاء الغرفة يعني أوتوماتيكيا بالاسم مستر سفيان. يعني ربما هنا بعض الإعدادات. أبحث عن الإعدادات الغرفة أين هي، ربما توجد هنا. نعم، هنا توجد الإعدادات، موسيقى، سيتينج. هنا تقوم بتغيير اسم الروم، عدد المايكات، تريدها 10 مثلا، 5. يعني أترككم كي تقوموا باستكشاف هذه الأمور. يعني أي شخص عنده خلفية في هذه التطبيقات فهو يعرف هذه الأمور، يعني لا تحتاج إلى الشرح. سأقوم بالاطلاع على الهدايا. ربما هنا الهدايا، يعني هدايا لا بأس بها. عوالم الدول. فكي لا أطيل عليكم الفيديو، أترككم كي تستكشفوا
هذه ال الهدايا. وهنا بعض الغرف كما تشاهدون. يعني التطبيق فيه غرف كثيرة، يعني ألف تحميل من المتجر. يعني هناك مستخدمين في التطبيق. سأقوم بالدخول إلى غرفة المستخدمين Official Room. فكان هذا هو شرحنا لهذه الحلقة عن تطبيق الهوت شات. فلا تنسوا دائما دعم قناة المستر سفيان. كان معكم مستر سفيان. فلا تنسوا دائما الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك، لأن هذا فضلا منكم وليس أمرا. ودائما كالعادة وكالمعتاد أودعكم بأحسن تحية في هذا العالم، وهي سلام من الله عليكم.